هل كابتن معتمد جمال كان بيفكر في ماتش الاهلي؟ هل اللعيبه بدنيا كانت مجهده؟ هل بالغ اللعيبه في الفرحه بالفوز على بيراميدز واستهتروا بمباراه انبي؟ خلاص خدنا الدوري؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها، خليك معايا لنهايه الفيديو. اهلا بكم. مباراه بعنوان توتر وعدم التوفيق سبب خساره نقطتين. الزمالك خسر نقطتين مهمين في الصراع الدوري، رجع الامل لبيراميدز انه ينافس تاني على الصداره، وصدر التوتر للجمهور بدون داعي. انا من قبل مباريات المجموعه والفيديو موجود لو حد حب يشوفه، قلت الفريق اللي ممكن يخسر الدوري هيكون بسبب خساره نقط من فرق غير المنافسين القريبين منه زي الماتشات دي، بالاضافه ان لا قدر الله اصابات اللاعبين المؤثرين او ايقافات او طرد اللي برضه لعيبه مؤثرين. بدنيا الزمالك طبيعي جدا انه يكون متاثر خارج مباراه بيراميدز، وكانت مباراه قويه جدا، ومن قبليها مباراه افريقيه، حمل بدني عالي قوي على اللعيبه، ده شيء طبيعي. تراكم المباريات، فريق بطل طبيعي انه يواجه كل الكلام دوت. بالفعل كابتن معتمد جمال ريح فتوح وعدي الدباغ وناصر منسي ومحمد السيد الشوط الاول، وللاسف فقد عمر جابر باصابه عضليه. التشكيل اللي بدا بيه كابتن معتمد جمال لا هي فلسفه ولا هو بيجرب ولا راجل غير في تشكيله ولا حاجه، الراجل كان مضطر لان عنده مباراه الاهلي بعد 3 ايام. الزمالك الشوط الاول كان اسوا شوط في مشواره، مفيش ضغط في نص الملعب، مفيش كوره بتطلع، مفيش تحولات. نص ملعب انبي كان اقوى في الضغط في استخلاص الكوره، وانبي كان اخطر على مستوى الهجمات، راح بثلاث اربع كرات تقريبا كانوا هيتسببوا في هدف او اتنين على الاقل. احمد ربيع خارج الخدمه، الجزيري تحركاته بعيده عن الخطر او اماكن الخطر في الملعب، مش رابط مع السعيد وبازيرا وشيكوبانزا. قوه الزمالك في النقل والتحولات وقفت الشوط الاول، خطوره بازيرا وقفت بسبب مروان داوود اللي كان بيلعب معاه مان تو مان، وخطوره شيكوبانزا وقفت بسبب احمد صبيح اللي برضه كان بيلعب معاه مان تو مان. مش عايزين برضه نغفل دور كابتن حمزه جمل، بصراحه مدرب برضه من المدربين المحترمين اللي عندهم كوره وعندهم تكتيك. الشوط الاول هو قفل الملعب وعرف يقفل على مفتاح لعب نادي الزمالك ويمنع التحولات اللي كانت بتحصل، وده اللي خلى الزمالك بسبب الاجهاد وبسبب تفوق لعيبه انبي انه يحد كتير من خطوره التحولات اللي كان مميز بيها نادي الزمالك من خلال الاطراف. بل بالعكس كان هو اللي عامل تحولات اقوى واسرع من تحولات نادي الزمالك، وباثنين لعيبه العجوز وزياد كمال عملوا مباراه كبيره. الشوط الثاني نزل كابتن معتمد جمال بفتوح وناصر منسي بدل من ربيع والجزيري، وبقى شكل الزمالك افضل كتير. بنتايج كان بيتقدم كتير في الملعب. الشوط الاول هو كان من ابرز اللعيبه في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني برضه هو من ابرز اللعيبه، بس تقدمه كتير. كابتن حمزه الجمل كان بيلعب كوره من ورا كتير. الزمالك في 22 دقيقه عمل 7 هجمات، منهم 4 فرص باهداف حقيقيه. في الدقيقه 50 كورتين للونش من ضربه ركنيه، مره يصدها حارس مرمى انبي والثانيه تيجي في العارضه. في الدقيقه 54 انفراد بازيرا وبيشوطها بره 3 خشبات. في الدقيقه 62 تسديده ناصر منسي صدها حارس انبي. في الدقيقه 72 ناصر منسي اللي لعبها له فتوح على الطاير خدها فوق العرض. عدم التوفيق هو الوصف الدقيق لعدم فوز الزمالك. اندفاع لعيبه الزمالك والتوتر خلى في تسرع، مفيش تركيز في نقل وباص الكوره وانهاء الهجمات. خساره النقطتين بالتعادل ولع الدوري، رجع لبيراميدز فرصه منافسه واداها امل، وخصوصا ان بيراميدز كسب النادي الاهلي، وانه مواجهه الاهلي والزمالك بعد 3 ايام. لو عجبك الفيديو رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.